بتاريخ عام 1866 صحيت كل أمريكا على خبر أول جريمة سرقة بنك بالبشرية. الأغرب من هيك يا إخوان إنه الشخصية اللي عملت السرقة هاي انقسمت فيها الآراء ما بين محب وكاره لسبب بسيط، تفاصيل حياته البسيطة اللي كانت زمان وإيش اللي خلاه يتحول من بني آدم عادي لمجرم اسمه بالتاريخ لغاية الآن. حتى بالسينمات الأمريكية فكرة المسلسلات والأفلام لسرقة البنوك كانت من هاي القصة. شغلات كتير وتفاصيل كتير راح تكون بحياته. بتاريخ 1866 صحيت كل أمريكا على أول سرقة بنك في تاريخ البشرية. كانت عملية غريبة من نوعها وفريدة بنفس الوقت، خصوصا بتفاصيل. من هون بتبلش قصتنا. تعال أحكي لك. بنسمع بالعادة باليوم العالمي لكثير شغلات، اليوم العالمي للأب، اليوم العالمي لعيد العمال، اليوم العالمي للأم، حتى اليوم العالمي لاستقلال دولة معينة. بس إنك تسمع باليوم العالمي لأقوى سرقة بنك أو اليوم العالمي لسرقة البنوك جديدة. هاي القصة كل أساسها بني آدم اسمه جيسي جيمس. خلينا نشوف شو الموضوع. جيسي جيمس بني آدم انولد بتاريخ 5/9/1847. بني آدم طبيعي بعيلة طبيعية، عنده 4 إخوان والأمور زاكية وعلى كيفك والأمور طيبة، بس لحد معين. مشكلته إنه انولد بتاريخ كانت في حرب أهلية بين الشمال والجنوب بأمريكا، وهو كان من سكان المنطقة الجنوبية. هذا اللي بيخليه مقاتل غير رسمي بالجماعات اللي كانت تابعة للمنطقة الجنوبية. نقطة التحول بحياته كان لما استسلمت الجماعات الجنوبية بعد نهاية الحرب، والشماليين يا إخوان صراحة ما قصروا بالمرة، ضرب وتعذيب وسجن بسبب وبدون سبب. لحد هون الأمور تمام، بس المشكلة إنها إجته إصابة بظهره برصاصة بوقت كانت الحرب، بوقت هدنة يعني. وهنا بقرر يخف عقله وبلسع على الكامل يا إخوان، وبتحول لبني آدم ثاني. بتاريخ 13/2 عام 1866 كانت أول سرقة بنك بتاريخ البشرية. الكل كانت مصدوم والخبر كان كالصاعقة على الجميع لسبب واحد، أول مرة حدا بسرق بنك يعني بالمنطقة كلها. هذا اللي بيخلي القاضي يصدر الحكم ب16 سنة بالسجن غيابي على جيمس لأنه طبعا كان هارب. هذا اللي بيخليه يزيد بالإجرام ويأسس أول عصابة سرقة. بس هاي العصابة يا إخوان إلها طابع خاص، إلها شوية قواعد. ممنوع تسرق الفقراء، ممنوع تسرق الضعاف أو الأصدقاء، يعني حرامية بشرف يا غالي. حتى بعض المصادر بتحكي إنهم أطلقوا عليه اسم روبن هود. جرائم السرقة كل مالها قاعدة بتزيد، واسم جيمس صار الاسم الأول المطلوب عند الحكومة الأمريكية. خصوصا يا إخوان إنه السرقات ما وقفت على البنوك، السرقات صارت بالشوارع، بالقطارات، بأي مكان. أي مكان في مصاري بمبلغ كبير ممكن بكل سهولة إنه ينسرق. هذا اللي بيخلي حاكم الولاية توماس يعلن عن مكافأة $30,000 لأي حدا بقبض على جيمس حي أو ميت. ولما جيمس يسمع بالموضوع هو كمان بحط مكافأة. يا عمي ما فيش حدا أحسن من حدا معلم. بحط مكافأة $50,000 للي بقتل حاكم الولاية توماس. فلتت منه على الآخر معلم، صار يتعامل الند بالنت. خلينا نحكي يا اخوان انه اي مجموعه طابعها الاجرام وجوها جو عصابات، الطبيعي يكون فيها الخيانه وقله الاصل، امور طبيعيه. فهو يعني الطبيعي هو مجرم، فانت شو بتتوقع منه؟ الاخوين روبرت وديك فورد كانوا اعضاء في عصابه جيمس، بس الطمع عمى على عيونهم وخلاهم يخونوه خيانه وسخه. بتبين يا اخوان لاي حدا قديش جو العصابات له دور كبير في تركيبه شخصيه البني ادم. بعض المصادر بتاكد انه الاخوين اجتمعوا مع حاكم الولايه توماس واتفقوا انه عند تسليم جيمس او قتله غير ال30,000 اللي راح ياخذوهم $30,000 طبعا العفو العام عنهم الاثنين. ضل جيمس 16 سنة بحاول يختفي ويهرب من العدالة، وما كان عارف انه راح يكون نهايته على ايد واحد من اعضاء الفريق تبعه اللي ضربه برصاصة بظهره وقتله على طول. مات جيمس عمره 34 سنة وترك وراه يا اخوان كل اشي عمله. طيران الاخين عند الحاكم عشان ياخذوا الجائزة، وبنفس الوقت كان القضاء الامريكي حاكم على الاخوين بالاعدام شنقا بنفس اليوم. بس تدخل الحاكم توماس وشال الحكم عنهم بس بدون الجائزة، وقال لهم هاي $500 وبديش أشوف ولا وجه واحد فيكم بالمرة. السينما الأمريكية كالعادة إلها دور كبير بتحويل القصص الحقيقية لأفلام، وجيسي جيمس كان له حصة من هذا الموضوع. بتاريخ 2007 جسد الممثل الأمريكي براد بيت شخصية جيمس بفيلم اسمه اغتيال جيسي جيمس. الفيلم بيحكي عن قصة مجرم وسارق مشهور وكيف مات على إيد واحد من أعضاء العصابة تبعه. بعد وفاته كثير من الناس صاروا يحكوا إنه هو زيف موته، خصوصا يا إخوان إنه هو كان بني آدم كثير يتنكر بشكله وتنكر باسمه، وهذا الحكي اللي خلاهم يشككوا بهذا الموضوع. وخصوصا انه كان كثير من الناس يدعوا انهم هم جيمس وكثير من السنوات. هذا اللي بيخلي العلماء بتاريخ 1995 يستخرجوا الرفات تبعه ويعملوا تحليل DNA اللي هو الحمض النووي عشان يطلعوا بنتيجة انه هذا الرفات للقاتل المجرم السارق جيسي جيمس. وكتبوا على شاهد القبر تبعه جيسي جيمس توفي عام 3/4/1882، قتل على يد خائن وجبان لا يستحق ذكر اسمه
هنا. ومع كل اللي عمله يا اخوان من قتل واجرام وسرقه، الا انه ضل اسطوره في عيون بعض الناس. حتى في ناس كتير كانت متعاطفه معه ومتعاطفه مع قضيته. بنفس الوقت عملوا بيته متحف تزوروا السياح من كل مكان. بالنهايه بدك تحكي لي شو العبره من الموضوع؟ العبره يا صديقي وبكل بساطه الغايه لا تبرر الوسيله. يعني اول عن اخر بضل سارق قاتل ومجرم شو ما كان السبب. واي بني ادم بيمشي بهاي الطريق لازم تكون نهايته متوقعه ومؤلمه زي اللي صار مع جيمس.